السلام عليكم ورحمة الله. النهارده إن شاء الله في الجمعية مع الشيخ أحمد عبادة هنشوف طريقة عمل الرز بالشعرية بكميات كبيرة. السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. النهارده احنا في جمعية الأتباع بالعمرية بشارع الكابلات عند الشيخ وائل حسن. الراجل ده محترم وربنا يبارك له ويجعله في ميزان حسناته على اللي بيعمله مع الناس. بأمانة الله الحاج قدام والله وأنا صايم قدام ربنا وربنا يحاسبني على الكلام ده. احنا النهارده هناكله 500 فرد بنعملهم في حدود 57 كيلو رز أو 60 كيلو. تمام؟ احنا الأول بنجيب الشعرية ساعة اهوت ونحمرها. بنحط على ال 2 كيلو دول في حدود 17 كيلو او 18 كيلو رز، يعني او من 16 ل 17. واخد حضرتك؟ أيوه. بنحمر الشعريه الاول وبعد كده نغسل الرز ونسيبه ينشف شويه وبعد كده نضغط عليه. طبعا احنا نزلنا في سمنة وزيت يا شيف. سمنه وزيت بس. أيوه. الزيت ليه يا أستاذ علي؟ الزيت بيدي لمعه للحبايه خلاها تفرفر، السمنه بتدي طعم طبعا. وبعدين في نفس الوقت انت لو حطيت زيت مع السمنه ما تنحرقش لو انت سهيت على النهر. أيوه. زي الزبده كده. الاثنين مع بعض يبقى أحسن حاجة. طبعا. وزي ما قلت لحضرتك كده ديت عشان اللمعه والفرفره بتاعت الرز تخليه مفلفل كده، واخد بالك كل حبايه بحبايتها. والسمنه طبعا بتديني طعم. الحلة دي تاخد قد إيه كمية؟ بنديها اللهم صل على محمد من 16 17 18 كيلو رز. بص تعالى لو بنعبر دي بتاخد 8 و8، يعني دي بنعبرها كده 8 كيلو رز للحافه هنا 8 و8، يعني 16 كيلو. الاثنين دول على 2 كيلو شعريه 16 يبقى 18 كيلو في الحله دي. تمام، على 2 شعرية. على 2 شعريه. بص بقى يا سعادة، الرز البلدي اكتر من 5 ل 6 افراد. 5 ل 6 افراد حسب اللي تعدي، يعني ما تبخلش من 5 ل 6. احنا بنعبوه 5 عامه. الكيلو. الكيلو البسمتي من 9 ل 10. لأن بيفرط برضه يا شيف. طبعا. البسمتي بيزيد في التسويه، بيزيد عن البلدي. تمام. اللهم صل عليك يا محمد. البلدي الكيلو الرز كيلو ميه او كيلو شوربه. انا عامه بنعمله شوربه الفراخ كده. تمام. الكيلو البسمتي بياخد من كيلو ربع كيلو ونص حسب حبات الرز وحسب نوعها. يعني الدرجه الاولى غير الدرجه الثانيه غير الدرجه الثالثه. انا معايا هنا الشيخ وائل اهوت المسؤول عن الجمعيه، راجل ربنا حاسبنا على الكلام اللي انا هنقوله. بامانه الله يبارك له بصحته واولاده وزوجته. طول شهر رمضان ال 30 يوم ما بيشوفش ريحه النوم، هو واولاده. الله يبارك له ويديه الصحه. هو بقى هيدينا يعني نبذه كده عن الجمعيه والاعمال الخيريه اللي هو بيعملها طول شهر رمضان. اتفضل يا شيخ وائل. سنه وحضراتكم طيبين. احنا جمعيه الاتباع الخيريه بالعمريه شارع الكابلات. الجمعيه بتقوم ببعض الانشطه منها اطعام الفقراء والمساكين في رمضان وغير رمضان، وبنسد الغارمين وبنجيب ادويه وبنجيب علاج وبنشور الايتام. الصدد اليوم احنا في رمضان بنعمل اطعام 500 وجبه، 250 وجبه بنطلعها في قاعه، مأجرين قاعه بنأكل الناس بشكل آدمي وبشكل دعوي، وال250 التانيين كمان احنا بنوزعها على البيوت، وايضا بنعمل 350 وجبه سحور. بالاضافه للشغل كتير كمان بنتعمل. شغل تاني بنعملوه ان احنا بنطلع وجبات ليا كل يوم 65 شنطه. الشنطه دي بتكفي 4 افراد، فبنوديها 65 اسره. احنا عندنا اكثر من 2350 اسره في الجمعيه بنخدمهم بفضل الله. بعد اذنك يا شيخ وائل، الشنطه اللي انت بتطلعها دي عباره عن ايه؟ بيبقى فيها كيلو طماطم، كيلو نص كيلو بصل، كيلو بطاطس، كيلو رز، نص كيلو بلح، نص كيلو لحمه، ماشي، وعلبه سمنه صغيره. بنطلعها كل يوم برضه افطار ليل، الناس ممكن تقول يبقى بنشكل من انواع الاطعام اللي بيطلع للناس. شكرا لحضرتك. الله يبارك لك يا شيخ وائل، وربنا يجعله في ميزان حسناتك ويخلي لك ولادك وتفرح بيهم. الله يبارك لك على اللي بتعمله، على اللي انا بنشوفه. ربنا يبارك لك ويديك الصحه. رقم حسابنا ماشي في البنك الاهلي من الشمال 215 30 70 70 81 99 7 3 اصفار 17. ده رقم الحساب بتاعنا 215 30 70 70 81 99 7017. اما لو عاوز تحول كاش رقم موبايل 012 83 93 9055. لا الجمعيه بتقبل التبرعات. الجمعيه بتقبل التبرعات من اي مكان، وممكن نبعت لحضرتك اتصال بقيمه المبلغ اللي انت تبرعت.
بيه او نبعت لك مندوب لحد باب البيت يقبل منك التبرعات. كل سنه وحضرتك حضرتك طيب بالصحه والسلامه وربنا يجعله في ميزان حسنات. آمين. كل سنه وانت طيب. بص كده يا سعدي. الشعريه كده خلاص يا شيخ. الشعريه كده حلوه خالص. بص بقى انا عندي الرز اهو. انا غسلت برضه لسه الاول باول اهو. واخد بال حضرتك؟ اهو. كده هنبدا ننزل الرز اهو. زي ما انت شايف كده ناخد شويه في الاول وبعد كده ننزل ايه الباقي عليه. حبه كده بس يا شيخ ايه نهدي السمنه نهدي السمنه وغير كده كمان انا مش عايز الشعريه تاخد لون زياده عن اللزوم. هو كده حلو. لون حلو كده واخد بال حضرتك عشان ما تتحركش مني. ده بينزل يهدي السمنه ويهدي السخونيه النار اللي فيه. تمام اهو. هتضيف بقى كده بقيه الكميه يا شيخ. هنجيب بقيه الكميه وننزلها ان شاء الله. ادي كده حطينا واحده بس فاضل لنا كمان واحده. اهو. شايف عشان حبات الرز مغسوله نزلت بقى بردت السمنه وبردت الرز كلبشته. اهو. طبعا من نجاح الرز يا شيخ ان احنا هنسخنه كويس. لازم يسخن كويس الرز البلدي غير البسمتي. لازم يسخن كويس ما سخنش كويس كل سنه وانت طيب فيه. سامع يا سعالي؟ طشطشه دي سخنه بتغلى. طبعا الشوربه واخده ملحات توابلها كلها ما نملحش رز. عشان ما نملحش هنا والشوربه متملحه. بص بحدك ما ينفعش. يحدق خالص. طبعا ما ينفعش. لازم الحاجات الصغيره تخلي بالك منها وعينك في وسط راسك طول ما انت واقف على النار. الكيلو كيلو يا سعيد. يعني دول 16 مثلا كيلو بنديهم 16 شوربه. واخد بالك بس ايه بقى ما بنديش ال 16 مره واحده. بندي مثلا 14 او 13. تمام؟ ليه؟ في رز جديد وفي رز قديم. الرز الجديد يقبل منك، الرز القديم ما يقبلش، الجديد ما يقبلش، القديم يقبل. ليه بقى؟ بص كده انا اديت كله اهو مره واحده. الجديد ما يقبلش ليه؟ بيبقى لسه طري من جوه قلبته لسه طريه. انما يقبل منك. يسطا. القديم بيبقى ناشف. واخد بالك؟ القديم بيبقى ناشف يقبل منك مره واثنين وثلاثه. كل ما يستوي الشرب يرفع نديله شفشه. 10 دقايق ربع ساعة عايز كمان لسه في عقدة نديله كمان واحدة لحد ما نلاقيه خلاص ما ندوش تاني بقى نسيب البخار يكمل التسوية بتاعته. يعني لو فيه هفوة بسيطة البخار يجيبه. انما ما نديش الشوربة مرة واحدة. نفترض الرز ده جديد هيعجن على طول منه. لأن هو أصلا فيه نسبة مية غير الغسيل اللي أنت غسلته له. واخد بالك؟ بس دايما الكيلو كيلو. بس دي في حاله يا شيف ان انت مش عارف حبات الرز نظامها ايه. جديده لا ما انت برضه لازم عينك تكون في وسط راسك. نفترض الزبون جابوا لك وقال لك لا ده حلو وبتاع وكده. لازم انت بصنعتك لازم تكون واخد بالك من كل حاجه عشان ما يضحكش عليك. لان الزبون ساعتها واللي داخل ياكل مش هيقول لك ده رز قديم ولا جديد. هيقول لك ادي شغلك. هيبقى المشكله هنا في شغلك يا شيف. طبعا هيقول لك ادي شغل الراجل هو اللي انتوا جايبينه مش عاملين قديم ولا جديد. واخد بالك؟ بص والشرب نص تشريبه اهي. طبعا انا ورايا شغل تاني عشان ما نسهاش في الشغل التاني والنار هنا عاليه يشيط الرز مني يبوظ. نيجي عامل ايه؟ نيجي حاطط الشريطه كده اهو اهي اهو وسايبه براحته. مش هنوطي عليه عشان لسه هو فيه ميه. في شوربه ما ينفعش نوطي عليه عشان ما يعجنش مني. واخد بالك؟ طول ما في شريطه ما تخافش منه بقى ولا شياط ولا اي حاجه خالص. نص ساعه يكون شرب ميته ما بيتجلبش اول تجليبه اللي بعدها بساعه ساعه وربع. ساعه وربع بيتجلب اول تجليبه غير كده يعجن منك على طول. الرز البلدي بالذات غير البسمتي. واخد بال حضرتك؟ اول تجليبه ساعه وربع وساعه قبل ما بنجلبه نرفع مثلا كيلو ساعات نمسك الحبايه نلاقي لسه فيها عقده نديها شبشب شوربه ونجي مغطي. ما نقلبش. لا ما تقلبش خالص. كتر التجليب الرز يكون كلبش في بعضه باظ منك. الرز البلدي بالذات المصري لازم هنا تكون بص راسك منه. عايز صنعه صح البلدي بالذات. بص كده يا باشا
هو كده مش محتاج. بص اول تجليبه، بص الوش اهو ما جلبتش خالص قبل كده اهو. اهو تمام. بص بص صوص عليه اهو. بص كل حبايه بحبايتها، ما تجلبش خالص، كتر التجليب فيه عجل. كده الرز تمام يا شيف. كده تمام. حتى لو الوش حتى وش الرز فيه مثلا كده استوى خلاص يا شيف. خلاص، حتى لو اللي فوق على الوش فيه سنه بسيطه بتجلب تجيبه تحت، واللي تحت فوق خلاص بيساوي كويس. اهو اهو تمام يا شيف. نغطي بقى ونسيبه للغرف. خلاص يا باشا كده جاهز كده. تمام. الف هنا وشفا. النار كده طبعا هاديه خالص، الشمعه مفيش نار اصلا.